السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اسهل طريقه باش يمكن لنا نزرعوا الفلفله الحلوه في المنازل ديالنا. يكفي اننا غناخذوا الفلفله من الثلاجه ديالنا، غادي ناخذ منها هاد البذور ديالها ولا هاد الزريعه ديالها، ما نرميهاش، ما غاديش نجففها، الطريقه اللي عاديه جدا. غادي ناخذها وغادي نديرها في محبق بحال هكا يكون فيه التراب كما شفتوا. غادي نوضع البذور ديال الفلفله وغادي نغطي عليها شويه بالتراب، ومن بعد غادي نسقيها بالماء ونوضعها في، انا كنوضعهم هنايا عندي في البالكون، يعني كتوصلها الشمس مره اما في الصباح ولا في العشيه. الا لاحظتوا انا راه ما درتش الزريعه ولا البذور اللي في الفلفله كامله، راه درت غير شويه منهم. ومن بعد فاش كينبتوا راهم كتهزوا كل عقله ولا كل نقله وكتحولوها لمحبق اخر باش كتكبر بطريقه صحيحه. في الاول كنسقي التربه مزيان بالماء. بالنسبه لوقت زراعه الفلفله، يمكننا نزرعوها في بدايه الخريف ولا في بدايه الربيع. الا كنا غادي ما غاديش نغطيوها، غادي نخليوها بحال هكا كما زرعتها انا، كندير غير البذره وكنخليها عريانه بحال هكا في الهواء وفي الشمس عادي. الا كنتو بغيتوها يعني تزرعوها في اي وقت من فصول السنه، يعني يكفي انكم غادي تغطيوها بواحد البلاستيك وتبقاو تحافظوا على الرطوبه ديال التربه، يعني تبقاو تسقيوها كل يومين ولا 3 ايام على حسب، المهم باش ما تنشفش هذيك التربه. فما يمكن لينا نزرعوها كيف ما قلت لكم في اي وقت الا كنا غادي نغطيوها. اما الا زرعتوها بحال هكا عريانه، يعني من الافضل في بدايه بحال هذا الوقت هذا، بدايه المهم في الخريف ولا بدايه الربيع. كيف ما كتلاحظوا معايا هذه راها مطيشه هي اللي كاينه هنايا، والفلفله هي هذه راها الوسط كانت عندي زرعها هنايا. وكتعرفوا مطيشه يعني كتنوض بسرعه ماشي بحال الفلفله. هنا كنحيدها من هذاك المحبق ولا هذاك القصيص وكنديرها هنايا. ومن الافضل اننا نديرو كل عقله ولا كل شتله نديروها بوحدها في، يعني في محبق خاص ليها. وفاش كنكونوا كناخذوا في هاد العقل، يعني نحاولوا ناخذوهم بشويه ديال التراب وما نخليوش الجذور عريانه بزاف في الهواء، يعني بسرعه اننا كيف ما غادي ناخذوهم نديروهم مباشره في التربه. صافي من بعد ما نقلتهم بحال هكا غادي نردهم المكان ديالهم ونخليهم، وانتم معايا غادي تشوفوا مراحل النمو. ويوم بعد يوم كيف ما كتلاحظوا النمو ديال الفلفله يعني غاديه ما شاء الله مزيانه. هنا من بعد مرور تقريبا 60 يوم كما شفتوا الزهرة ديال الفلفلة. وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا فلفلة صغيرة هي هذه، دابا غادي تشوفوها معايا غادي تكبر يوم بعد يوم.
هذه وحده اخرى راهي حداها حتى هي دابا عاد كتنوض. يعني هما هادوك الشتلات اللي غرست هما هادوك جوج ناضوا بحال هكا. وكيف ما قلت لكم من الافضل ديروا كل وحده في محبق بوحدها. هنا راه كل مره كنشارك معكم كنصور لقطه كيف ما كتشوفوهم كيكبروا يوم بعد يوم. ودابا كنقص من هذوك الاوراق اللي من الاسفل. صافي من بعد شهرين ونص تقريبا راه كيبدا يبان لكم الحبات ديال الفلفله راهم بداو كيكبروا كيف ما واضح امامكم. الطريقه اللي سهله كيف ما قلت لكم هذه اسهل طريقه، ويمكن لاي واحد انه يجربها وتنجح معاه بلا ما يشريها يعني من اي مكان. يعني يكفي انكم غادي الفلفله فاش كنستعملوها كتاخذوا هذوك البذور ديالها وتزرعوهم في التراب في اي محبق في اي تربه عاديه. ومن الافضل ديروا شي سماد طبيعي، سماد غير بقشور البرتقال ولا بالماء السلق ديال البيض. يعني بزاف الاسمده الطبيعيه اللي كاينه في يعني في الطبيعيه غير في المنزل ديالنا كتصلح بزاف للنباتات والخضروات. والله يضاعف لمن يشاء. وفاش كنزرعوا الفلفله بهذه الطريقه فاش كتكبر التمره وكنحيدوها يعني ماشي ما كتموتش هاد العقله ولا هاد النقله كتبقى كتعطيني فلفله واحده اخرى. دابا انا غادي نحيد هذه ملي غادي تكبر شويه ومن بعد غادي نوضوا عاوتاني فلفلات وحدين اخرين. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم كيف ما العاده ما تنساوش اللايك فضلا وليس امرا. شكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.